عملية الفصل في النخل البرحي تحت قيادة الفن المحترم الحاج علي. مرحبا يا عم علي. والفن المحترم الحاج رضا. مرحبا يا عم رضا. تسلم يا هندسة حبيبي. الفسيلة عمرها سنتين ونص. طبعا احنا بنرقع هنا في المزرعة، بنرقع منها فيها. تمام. مزرعة مزروعة نخل برحي ومتخمس بتين برشومي. عملية الفصل أهم حاجة فيها يا جماعة إن احنا ناخد بالنا من الشعرات الجذرية. لازم تكون فيها نسبة شعرات جذرية كويسة، لازم يكون فيها نسبة جذور معقولة عشان تبدأ الفسيلة تعتمد عليها في البداية على ما تكون جذور جديدة. الحاجة التانية لازم تكون في منطقة الفصل بتاعتها تكون منطقة ضعيفة، ما تبقاش كبيرة عشان ما تبقاش عرضة للإصابة بفطريات التربة في المكان اللي هتزرع فيه بعد كده. الحاجة التانية ما نضغطش على الفسيلة أثناء الفصل عشان خاطر ما نقطمش الجمارة وبالتالي الفسيلة تموت مننا. زي ما حضرتك شايفين كده لازم نكون ماشيين معاها واحدة واحدة. الله ينور حاج علي. براحتك يا رضا، براحتك يا رضا. الغزوة العصا عشان ما تخسرش قلبها، وإن كان مش عارف يا إن لازم نقلعها، لا تتكل على الهادي. جزرانك لها كده تكسر قلبها من جوه. يا عم يبقى جوعها بيبيع بيض، بيبيع بيض زي الناس وخلاص. مهندس بإذنك يا أخي مهندس. حاضر. ألو يا محمد، في البيت ولا بره؟ قبل ما تجيب لي البيجو بتاع الموتور بتاعك كده على ما الواد ابو عنتر يفتح يجيب واحد الموتور هيكون منه. انا كنت بالجنين هنا. تمام اسحب يا رضا. معانا. هات لي بس الجوز بالزيت وشاي. هات بقى مش مكسر كده معانا كده كده عاملين. هي كده خلاص. وشكرا. ودي كده عملية التطهير والتعفير اللي بتتم بعد عملية الفصل بتاع الفسيلة، بحيث ان انا اكون طهرت منطقة الفصل اللي من ايه اللي تمت مع الام، وفي نفس الوقت اكون عملت رشة فطري لتطهير الجذور اللي جرحت، وفي نفس الوقت اردم على نظافة. عملية الازالة للجذور قبل عملية الزراعة عشان ما تعشش هواء تحت في أثناء الزراعة وتموت من النخلة. وبكده تتم عملية التطهير للجذور ومنطقة الفصل في الفسيلة قبل الزراعة. عملية دهان الشحم أو البيتومين. نزل أخوه. كبريت مع السوبر. الارض اتخمرت ميه كويس جدا. الارض هنا تربه طينيه، ولكن احنا بنزرع في رمل نضيف مغسول ما فيهوش فيه لا زلط ولا فيه اي املاح. طبعا عمليه التكبير ليه بالنسبه لزراعه الفسيله، احنا هنا زي ما اتفقنا احنا بنرقع. فانت ما تغوطش جامد يا محمد، ما تغوطش جامد عشان كده ايه بس زي الفل كده. طبعا احنا
لازم هنا النخلة أو الفسيلة اللي هتزرع تكون على استقامة الصف بتاع اللي هتزرع فيه، يمين وشمال أو شمال وجنوب، بحيث إن أنا إيه تبقى ماشية مع زي ما حضرتك شايفين كده أهو. لازم تكون ماشية مع الصف أهو. لازم النخلة تتعدل. أيوة كده يا عم ناصر، الله يفتح عليك. لازم نلمح كده يا عم ناصر وما تبقاش النخله مايله والنبي يا حاج ناصر. ايوه الله يفتح عليك. اردم بقى برنس وايه، وكبسوا التربه كويس حوالين الجدر. رمله رطبه تمام. صح. بعد ما ننتهي من عمليه الزراعه زي ما حضراتكم شايفين كده ونكبس التربه كويس، بنبدا بقى عمليه الرش. بنرش مبيد حشري، طبعا هي اتطهرت في مبيدات فطريه مع منشطات جذور. بعد كده بنقوم بعمليه الرش الحشري عشان سوس النخيل والتعفير بالكبريت الزراعي. بعد كده كبريت زراعي. بعد الكبريت الزراعي بنقوم بعمليه لف الكيب والربط، وبكده تبقى انتهت عمليه الزراعه. ودي كده المرحله الاخيره بعد زراعه النخل. نرش. بعد ما نرش، ودي تعتبر المرحله اللي قبل الاخيره بالظبط، بعد ما بنرش نبدأ نعفر الجزء اللي تحت زي ما حضراتكم شايفين. نعفر كبريت زراعي كويس، كل ده عشان السوسة. بعد كده نبدأ نركب الكياب المحطوطة على الأرض، ودي تبقى آخر مرحلة. بعد كده الري. ودي كده المرحلة الأخيرة من زراعة النخيل، وهي مرحلة ربط الكيب حوالين النخلة عشان نحمي النخلة من التغيرات المناخية، سواء الحر أو البرد الشديد في الشتاء. وبكده نكون وصلنا للمرحلة الأخيرة والنهائية في زراعة فسائل النخل البرحي، ودي فعلا المرحلة النهائية هيت بعد لف الكيب حوالين النخلة أو الفسيلة. بعد كده نبدأ نلف الخراطيم زي ما حضراتكم شايفين كده، ونبدأ نشغل الري زي ما هو شغال دلوقتي اهو. دي كده تعتبر آخر مرحلة من مراحل زراعة فسائل النخل، والغرض منها هي ري الأرض أو ري الفسيلة، بحيث نتخلص من الهواء اللي حوالين الشعرات الجذرية، وفي نفس الوقت تبقى رية للتثبيت. وبعد كده بنبدأ نديها رية تانية اللي هي الرية الطبيعية بقى بتاعتها بعد 4 أو 5 أيام من الرية دي. وبعد كده نبدأ ننظم عملية الري كما البرنامج بيتطلب في الري بتاعه شكله ايه، لان احنا هنا الارض بتاعتنا طينية وليست ارض رملية، فبتبقى طبيعة الري فيها بتبقى مختلفة شوية عن الاراضي الطينية زي ما حضراتكم شايفين اهو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.